بداية القصة نتاعنا غادي تكون في طوكيو مع واحد العائلة متكونة من أب وأم والبنت والولد. كانت واحد العائله الدخل ديالها متوسط وعايشين في واحد الشقه صغيره، وكان البنت والولد كل واحد في بيته وشاد التليفون ديالو، يعني كانوا معولين على التكنولوجيا، ما كانوش يتجمعوا مع بعضياتهم حتى من بغاو ياكلوا. ثاني يوم كلشي غادي يفيق روطار، غادي يفيق الاب وغادي يلقى المنبه ماشي خدام، والبنت كذلك حتى هي فاقت معطله للمدرسه وغادي تشوف تليفونها ما خدامش. الاب غادي يسول الام شحال الساعه، وهنايا غادي تجاوبوا بان كاع الساعات اللي في الدار ما خدامينش، يعني راه انقطع الكهرباء واي حاجه خدامه بالضرورة ما خداماش. هنا الاب وولادو غادي يبدلوا حوايجهم وغادي يخرجوا غادي يشوفوا كاع الناس واقفين حدا المصعد كيتسناوه باش يخدم، وهنا عرفوا بلا ان الضو ما خدامش حتى برا. الناس غادي تهود مع الدروج، وهنايا غتبقى مستغربه كيفاش انقطع الكهرباء. هنا الاب غادي يمشي باش يركب في القطار وغادي يلقى الزحام بزاف حيت كان معطل بزاف على العمل ديالو، يعني حتى القطارات كتمعوله على الكهرباء حتى هي انقطعت. حنا كنشوفوا الولد غادي بالدراجه ديالو وكان الشارع خاوي، لا سيارات لا طوبيسات حتى شي حاجه ما خدامه. الناس كانت تشوف فيه بحق حيت هو الوحيد اللي عنده حاجه من المواصلات كيمشي بيها. هنا الاب غادي يوصل للشركه وغادي يلقى كاع الناس كتسنى حدا الشركه حيت الباب كيخدم غير بالكهرباء، وهنا قرروا يهرسوا الباب ديال الشركه باش يدخلوا. فعلا غادي يهرسوا الباب، وهنا ما غادي يدخلوا غادي يلقاو كاع اجهزه ديال الشركه ما خدامينش. هنا حسوا بالاحباط وبقاو يفكروا شنو غادي يديروا في هذه المصيبه. هنايا الام غادي تمشي للسوبر ماركت مع الجيران ديالها باش يمشيو يشريو الشموع، وبقات كتفكر حيت واش غادي يرجع الضو بالليل ولا لا. وبقات تسحم بزاف، واللي كانت خدامه تما قالت لهم غير دفعوا الفلوس نيشان بلا البطاقه حيت الضو مقطوع، والناس غادي تمشي باش تسحب الفلوس في البنكه، وهنا ما غاديش تلقى كيدير حيت الضو مقطوع حتى البنكه ما خداماش. هنا الاب فات على واحد المحل باش يشري دراجه وغادي يلقاها غاليه بزاف حيت صحاب المحل استغلوا الوضع ولاو الدراجات. وهنا غادي يجي الليل والعائله غادي تجتمع باش تاكل، وكانت هذه اول مره غادي يجتمعوا مع بعض وياكلوا جميع. وهنا غادي يكتشفوا بان الروبيني ما خدامش، استغربوا كيفاش الكهرباء اثرت على الماء. غادي يفوتوا شي ايام وغادي يشوفوا الماعن والملابس كاملين موسخين والشقه حالتها حاله. هادشي كامل كان غير في 3 ايام. الناس ترونت وما عرفتش شنو غادي دير. هنا الاب غادي يمشي للشركه وغادي يقول له المدير ديال الشركه حتى شي واحد ما غادي يجي حتى يجي الكهرباء. الاب غادي يحزن بزاف وغادي يقول له يعني بلا خدمه ما غاديش نقدر نصرف للعائله ديالي. هنا الام مشات تجيب الماء واحد البلاصه، وهنا اكتشفت بلي ان الماء كمل ما بقاش الماء، وغادي تحزن بزاف هي واللي كانوا معاها. هنا الاب غيمشي يسحب فلوسه وغادي يلقى الزحام بزاف لدرجه انه غادي يطيحوه في الارض وغادي يمشي يولي في حاله. فات السيمانه على انقطاع الكهرباء، والناس غادي ترون مدينه طوكيو كامله غادي تقلب راسا على عقب، والناس غادي تبدا تمشي للريف. العائله تا هما بغاو يديروا نفس الشيء، يمشيو للريف عند الجد. العائله غادي يشدوا الدراجات ديالهم باش يمشيو للمطار، واخيرا من وصلوا لقاو الزحام بزاف والموظف اللي كان تما منحهم باش يدخلوا وتصدعوا المشاكل والناس تبدا تغوت. وهنا عرفوا بلي ان الطائرات كاملين ما خدامينش. هنا العائله ما عرفوش كاع فين يباتوا، غادي يمشيو لواحد الاوتيل وغادي تستغلهم اللي خدامه في الاوتيل وتغلي عليهم الاقامه. غادي يحطوا الفلوس حيت ما عندهم حتى شي حل من غير هذا. ملي كانوا مجتمعين في الليل غادي يقترح واحد فيهم بانهم يرجعوا للدار، ولكن غادي يرفضوا حيت ما كان لا ضو لا ماء لا حتى شي حاجه تما، وغادي يقرروا يمشيو للريف بالدراجات بدل الطائرات. وفي الطريق ديالهم غادي يكتشفوا ان الناس بزاف هازين دراجات وغاديين حتى هما للريف، وهنا غادي يباتوا ديك الليله بحالهم بحال الناس في الشارع. واحد من دوك العائلات اللي كانوا في الشارع غادي يطلبوا منهم الماء، وهنا غادي يكذب عليهم الاب غادي يقول لهم بلي انا هذيك اخر قرعه عندهم ديال الماء. الغد لي غادي يكملوا الطريق ديالهم بالدراجات. ما غادي تفوت 16 يوم، هنا العائله كانوا مخيمين حدا واحد النهر، من موراها غادي يجمعوا حوايجهم غادي يقرروا يكملوا الطريق، وغادي تجيهم واحد العاصفه رعديه وغادي يقرروا يحطوا كاع حوايجهم ويمشيو يتخباو. وفي الصباح غادي يلقاو كاع حوايجهم تقطعوا، ووحده من الدراجات ضاعت العجله ديالها. وهنا غادي يكملوا طريقهم وغادي يلقاو الولاد واحد السوبر ماركت، ما غاديش يلقاو فيه الماكله، غادي يلقاو فيه فقط طعام الحيوانات وغادي يكون المذاق ديالو خايب. وهنا غادي يريق الولد العجله ديال الدراجه ديالو وغادي يكملوا الطريق. من موراها غادي تلقاو واحد العائله حتى هما غادي يكونوا مسافرين، والولد ديالهم غادي يصورهم غادي يقول لهم غادي نوعدكم بلي انا نصيفطكم التصويره من مورا ما غادي يجي الكهرباء، وغادي يكملوا معاهم الطريق حتى يتفارقوا. وهنا العائله غادي يعياو بزاف من كثر ما كانش الماكله وما كانش الماء. من كثر الجوع الاب غادي يلقى واحد الدوده غادي ياكلها، وفجاه غادي يلقى واحد الخنزير غادي يتبعوه حتى غادي يشدوه. موراها غادي يجي واحد الراجل من ديك الجهه وغادي يتخلص من الخنزير وغادي يرحب بهم في دارهم. انا هذا الراجل كان ظريف بزاف، غادي يعطيهم الماكله والماء وغادي يتهلا فيهم مزيان. غادي يبقاو عنده اسبوع، من موراها غادي يعطيهم الماكله وغادي يمشيو باش يكملوا طريقهم. وفي هذه اللحظه كان خاصهم يعبروا واحد النهر بسبب واحد الخريطه اللي قديمه، وهنا العائله غادي تجتمع باش تصايب واحد القارب. وهنا الاب وولده بغا يفوتوا هما الاولى النهر باش يوصلوا الدراجات. من موراها غادي تصب الشتا بغزاره والاب بقى كيغرق،
وهنا ولدو بغا يساعدو ولكن ما غاديش يقدر، وغادي يلقى غير البوريك ديالو. العائله غادي تحزن وتبقى تبكي على باهم، وغادي يكملوا الطريق. فجأة غادي يوقفوا الام والبنتها ويبقاو يبكيو بزاف، والولد غادي يشجعهم وغادي يكملوا الطريق، وغادي يبداو ياكلوا الماكله اللي عطاها لهم داك الراجل. فجأة غادي يهجم عليهم واحد المجموعه ديال الكلاب مفترسه، غادي يبداو يعضوا لهم الكارطاف ديالهم وغادي يبغوا الماكله، وغادي تطيح غادي تقرض من رجليها ما غاديش تقطنوض. هنا الكلاب داو لهم الماكله ديالهم وكلاوها. من موراها غادي يكملوا الطريق، غادي يلقاو واحد القطار، حيت هو القطار الوحيد اللي خدام، حيت خدام بالفحم. هنا غادي يفرحوا بزاف وغادي يركبوا في هذا القطار. وحدين اللي كانوا في القطار غادي يشوفوا رجل الام مكسوره، وهنا غادي يعاونوه. هنا غادي نشوفوا الاب مرمي قدام النهر، وغادي نكتشفوا بانه باقي عايش. غادي ينوض من النهر وغادي يبقى يتمشى حتى غادي يجلس قدام واحد الشاحنه بكثره العيا. وهنا غادي يشوف القطار اللي كاين فيه عائلته، وغادي يدير واحد الشعله، ومن حسن الحظ ديالو غادي يوقف القطار. هنا غادي يشوفوا عائلته غادي يفرحوا بزاف حيت باباهم باقي عايش، غادي يمشيو يعاونوه، غادي يركب معاهم القطار. واخيرا العائله وصلت للريف، وهنا غادي يشوفوا الجد وغادي يفرحوا بزاف، والجد غادي يفرح بهم. يلاه ارتاحوا حيت اخيرا وصلوا من بعد مشقه كبيره، وغادي يعيشوا مع الجد والجده وهما فرحانين وتعلموا حوايج جداد، وكانوا يعاونوا الجد والجده. حتى لواحد النهار غادي يفيق الاب، غادي يكتشف بلي ان الضو رجع. غادي يعيط لعائلته وهو فرحان، غادي يقول لهم شوفوا الضو رجع، وغادي يقرروا يرجعوا لطوكيو باش يعيشوا حياتهم كما العاده. غادي يرجعوا لدارهم، الحياه غادي تولي لكم مرها في طوكيو. الاب رجع لخدمته والولاد رجعوا لقرايتهم. وهنا غادي توصلهم ديك الصوره اللي صورها لهم داك الولد اللي من العائله. انتهى الفيلم ديالنا، نتمنى يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو.